بيقول لك ايه بقى؟ 90% من اللاعبين المصريين ما يعرفوش اي حاجة عن الف ب كورة، ومع ذلك جماهيرهم كلهم شايفينهم احسن لعيبة في العالم. رواه كارلوس كيروش المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر. الحقيقة دي تقريبا اول حلقة تعتبر دمها تقيل انا ممكن اتكلم فيها، لان ببساطة انا هتكلم عن الكرة المصرية. والله حتى كمان انا مكسوف ان انا اقول لك لو المحتوى ده عجبك ما تنساش تدوس لايك وشير وسبسكرايب لو انت لاول مرة في القناة، وارفع زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. وخلينا نخش في الموضوع. الحقيقة حاجة تكسف قوي المستوى اللي بيقدمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وده انسب وقت نقدر نتكلم فيه على منظومه الكوره في مصر. منظومه الكوره اللي هي عامله زي اللي قاعد يقول احنا حضاره 7000 سنه وفي اكتر من حد سابقنا بخطوات كتيره جدا. لا، الحقيقه ان انا قاصد اقول 7 افريقيا و12 دوري ابطال افريقيا. لكن ارض الاحلام اللي احنا عايشين فيها دي، تعالوا ننزل لارض الواقع ونتكلم في الحقيقه. الكلام اللي انا قلته في المقدمه الكلام اللي هو قاله كارلوس كيروش المدير الفني الاسبق لمنتخب مصر. الراجل ده تم الهجوم عليه بشده، لانه هو لم يستدعي محمد هاني، لم يستدعي محمد مجدي قفشه، لم يستدعي حسين الشحات ولا صالح جمعه ولا عبد الله جمعه ولا شيكابالا ولا اي حد من الناس دي. وكل الموضوع ان هو لما بيجي يتسال انت ليه ما خدتش الناس دي وبتجيب ناس لاول مره، قال انا كل اللعيبه اللي انا شايفها دي ما بتعرفش تلعب كوره. اللعيبه دي ما بتعرفش تفرق ما بين الباصه في الوقت الصح او الشوطه في الوقت الصح او ان هم يستلموا صح او اي حاجه، وما عندهمش الف ب كوره. والناس كلها هجمته. ولما جه اتحاد الكوره قال له انت ممكن تستمر معانا، قال انا عايز اغير منظومه الكوره بالكامل في الدوري المصري. قالوا له انت هتوجع دماغنا، لا قدم يا باشا استقالتك وامشي. فتعالى بقى نتكلم على كاس العالم للانديه. الموضوع بقى شكله وحش قوي. انت كاس العالم للانديه انت عملت قبله صفقات كتيره جدا وظهرت بمستوى متدني في الدوري المصري على حساب ان انت هتظهر بشكل كويس في كاس العالم للانديه. فبالتالي انت ظهرت بمستوى اكثر تدنيا يعني هو متدني اكتر من الدوري المصري. انا بصور لك الحلقه دي قبل الماتش الاخير اللي هو ماتش بورتو، واللي هو غالبا هيكون الاخير للاهلي في البطوله دي. فتعالوا كده نقسم الكلام اللي المفروض ان احنا نقوله بالنسبه للحلقات قبل كاس العالم للانديه ووقت كاس العالم للانديه وتحديدا في ماتش انتر ميامي، وبعد كده نتكلم في ماتش بالميراس ونشوف الاخطاء اللي حصلت فيه، ويا ترى النادي الاهلي فعلا عمل مجهود بشكل كبير جدا قبل كاس العالم للانديه، وهل المجهود ده اتى بثماره فعلا ولا طلع فاكس؟ قبل كاس العالم للانديه حصل كالاتي: النادي الاهلي اتم التعاقد مع اشرف بن شرقي، بعد كده اتم التعاقد مع محمود تريزيجيه، وفاضل الرتوش الاخيره ان هو ينضم للفريق. بعد كده اقال المدير الفني مارسيل كولر. اقلت مارسيل كولر ليه؟ عشان سوء النتائج الموجوده في الدوري المصري. وبعدها كمل عماد النحاس، وقعدنا في حيره. احنا ممكن نجيب فايلر، لا احنا ممكن نرجع كولر، لا احنا ممكن نجيب كارلوس كيروش. بس كارلوس كيروش قال ان هو ما بيحبش يدرب فرق، بيحب يدرب منتخبات. اصل رينيه فايلر ممكن مراته تقول له لا ما تقعدش في مصر. طب يا ترى نرجع بيتسو موسيماني؟ طب احنا محتاجين نجيب مدرب معروف، مدرب يكون عارف النادي الاهلي. طب ما عماد النحاس عمل نتائج كويسه، نخليه يكمل. احنا نجيب مدرب قابل النادي الاهلي قبل كده وخسر منه. بس يا ترى مين اللي ممكن يكون درب الفرقه قدام الاهلي وخسر منها؟ والله احنا ممكن نقرر فكره ان احنا نجيب مدرب درب فرقه في جنوب افريقيا وخسر مننا. ايه هترجع موسيماني؟ لا 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 راجل، مش الدرجه دي، حاجه تانية. وفي الاخر جبنا ريفيرو المدير الفني السابق لاورلاندو بايرتس. طب تعالى كده نشوف هما ليه تعاقدوا مع ريفيرو. يعتبر مش كبير في السن، حماسي، يقدر يعمل منظومة هجومية بشكل كويس، ويقدر ان هو يعمل منظومة دفاعية الى حد ما شكلها كويس والى حد ما. طيب من عيوبه ايه؟ من عيوبه ان هو لما بيفتح في الدفاع بيفتح قوي، لا بيفتح قوي. فتعاقدنا مع ريفيرو. جه من تاني بن رمضان. بعد كده حرب كلامية كبيرة جدا علشان يجيبوا احمد سيد زيزو من نادي الزمالك للنادي الاهلي علشان يلعب في كاس العالم للاندية، ونرجع حمدي فتحي وإليو ديانج، ونخلي يحيى عطية الله يكون مستمر مع الاهلي. طب هو مين اللي هيمشي؟ عندك علي معلول، عندك اكرم توفيق، عندك رامي ربيعه، عندك حمزه علاء. يعني بغض النظر ان حمزه علاء مش الشخص اللي ممكن نتكلم عنه قوي، لان هو في اساسيين 2 أو 3 فوقيه، فاحنا هنتكلم عن مدافع ماشي اوكي،
بس محدش كان بيحب رامي ربيعه قوي. اكرم توفيق كسب عداوه الجمهور بشكل كبير علشان خاطر هو قال ان هو هيمشي وقال ان هو مش همه الجمهور. اما بقى بالنسبه لعلي معلول، الراجل اللي هو عمل حاجات كتيره جدا في النادي الاهلي وقادر يدي بشكل كبير، جايب مكانه يحيى عطيه الله. شوف بقى كل اللفه الحلوه اللي انت فيها دي، هوبا انت دخلت كاس العالم للانديه بشكل مفاجئ. انت معاك 2 مهاجمين، واحد منهم بيلعب ماتشات عنيفه جدا في تصفيات كاس العالم الاسيويه، فبالتالي انت دخلت كاس العالم للانديه بمنظومه عباره عن مدير فني ما يعرفش كل اللعيبه بشكل كبير، ولعيبه موجود منها كتير في مراكز معينه، ولكن المراكز اللي انت محتاجها انت محتاج فيها لعيبه. ده غير الاوراق الرابحه اللي موجوده معاك اساسا من الناس اللي هم يعتبر كارلوس كيروش قال عليهم هم ما بيعرفوش يلعبوا اساسيات كرة قدم صح. وعلى سبيل المثال بالنسبة للعيبة اللي انا بكلمك عنهم ان هم ورقة رابحة، هو محمد مجدي قفشة، ولعيبة كانت غايبة عن الفريق لمدة طويلة جدا ورجعت له بعد اعارة او بعد اصابة، ولسه بيرجعوا ينسجموا مع الفريق بشكل كبير. واستغنيت عن اهم مفتاح لعب بالنسبة لك اللي هو علي معلول. يجي بعده تاني اهم مفتاح لعب اللي هو امام عاشور. لسه بنقول يا هادي امام عاشور اتصاب في اول ماتش ومهمته مع البطوله خلصت ان هو خلع في الترقوه. فده كده بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما ندخل في اجواء كاس العالم للانديه. تعالوا بقى نخش للمرحله اللي بعدها وهي مباراه انتر ميامي. اللعيبه اللي هي دخلت مباراه انتر ميامي عندهم معتقد ان هم مش بيلعبوا انتر ميامي، لا هم بيلعبوا ليونيل ميسي. مباراه كاس العالم للانديه اللي هو خايف منها الاهلي وبيعمل لها 1000 حساب، هو بيعمل 1000 حساب لليونيل ميسي. انا اسف ومع احترامي الشديد جدا لكل لعيبه العالم، بس انتر ميامي فرقه لا تفقه اي شيء عن الكوره اكتر مننا، ومع ذلك احنا كنا مرعوبين منهم علشان لاعب واحد. يمكن نقدر نقول ان اللاعب ده كبر في السن اللي هو عنده 38 سنه، هو قادر ان هو يدي في الكوره، عمل كذا هجمه حلوه، يمكن رفع كذا كورنر خطيرين جدا، ويمكن في 3-4 كورنرات من اللي هو رفعهم اساسا كانوا ممكن يدخلوا بجول مباشره لولا ان الشناوي مركز. لكن انت عايز تفهمني ان فرقه فيها ميسي وسواريز فقط النادي الاهلي مش قادر يعمل معاهم حاجه؟ فرقه فيها 11 لعيب عايزين يثبتوا للعالم ان هم ليهم في الكوره وفاهمين كوره كويس جدا وقادرين ان هم يعملوا نتائج تاريخيه، مش قادرين على فرقه المعروف فيها 2 لعيبه فقط والباقي خشبات. ومع كامل احترامي لحارس مرمى انتر ميامي، ولكن اللي اتفرج على ماتشات انتر ميامي هيعرف ان حارس المرمى ده ما بيشوفش قدامه. فبكل الهجمات الخطيره اللي اتعملت مفيش هجمه عليها القيمه تقدر تقول عليها ان هي ممكن تتسبب في جول حلو وهو انقذها. انت برعونه شديده جدا اتسببت في ان حارس مرمى ما بيشوفش قدامه ان هو يبقى احسن حارس مرمى في المباراه على حسابك. لا، وصد منك ضربه جزاء، وصد منك كذا انفراده خطيره. عملت شوط اول قدام انتر ميامي ممتاز والبدني وقع في الشوط الثاني، ونتنقل لماتش بالميراس. عملت شوط اول ممتاز قدام بالميراس والبدني وقع في الشوط الثاني. لا، القطايه دي مش بتتعاد، هو نفس اللي حصل في الماتش ده هو نفس اللي حصل في الماتش ده، بس مع الفرق ان انت في الماتش الاول انت بتلعب فرقه ما عندهاش بدني وفي ناس كتير منهم ما عندهاش كوره، والماتش الثاني انت بتلعب فرقه عندها البدني فقط ما عدا لاعب واحد بس هو اللي عنده كوره، وكلهم بالنسبه للماتش بتاعك هم جايين نزهه. فهنتكلم بقى عن اللعيبه ذات نفسها. اللعيبه ذات نفسها بتلعب في كاس العالم للانديه وهم بدنيا مش ممتازين. ممكن اقول لك ماشي اوكي احنا ضيعنا فرص في الشوط الاول لان احنا ضيعنا من المجهود البدني بشكل كبير. طب تعالى بقى نشوف الشوط الثاني ايه اللي حصل. ابيض. المعروف ان انت لما بتلاعب فرقه عندها بدني قوي جدا انت المفروض انك انت بتلاعبهم كوره، واحنا بسم الله ما شاء الله ما عندناش اي بدني، بنلاعب فرقه مكسره الجيم كله واحنا اساسا ما عندناش فنيات كوره. فبالتالي هم بالنسبه لهم بالميراس دول يعني نزهه. في منهم اللي ادى كتف قانوني لوسام ابو علي، فالمفروض ان وسام ابو علي المفروض يجاريه بدنيا فمش قادر يجاريه بدنيا. ونيجي نتكلم بقى عن محمد هاني. محمد هاني، شوف انا الكلام اللي انا هقوله عن محمد هاني ده كلام ممكن يكون اسطوري. يعني لعيبه العالم كلها بتخرج من مرحله كلمه ناشئ من 18 سنه. كيليان مبابي صعد فريق اول مع موناكو وخد الدوري الفرنسي وبعد كده اتنقل لباريس سان جيرمان، الكلام ده وهو عنده 17 سنه. وفي وقت انتقاله من موناكو لباريس سان جيرمان كان بيلعب مع منتخب فرنسا وهو عنده 18 سنه، ولعب كاس العالم لغايه فاينل كاس عالم وكسب كاس العالم
وهو عنده 18 سنه، فخرج من مرحله ناشئ للاعب متطور. فده مثال. وخد عندك بقى ايرلينج هالاند، فيل فودن، عثمان ديمبلي. شوف انا بكلمك على كام لعيب كلهم خرجوا من مرحله الناشئين. محمد هاني سنيا اكبر من شله اللعيبه دي كلها. شوف بقى محمد هاني اللي كارلوس كيروش رفض ان هو يضمه لمنتخب مصر، يتقال عليه ناشئ، وهو الباك اليمين الاساسي للنادي الاهلي على عمر كمال عبد الواحد اللي كارلوس كيروش اختاره من وسط كل باكات يمين مصر، ولسه بيتقال عليه ناشئ. لاعب عنده 29 سنه وبيتقال عليه ناشئ، ولا بيعمل اوفر كويس، ولا بيعرف يغطي كويس، ولا بيعرف يحلق كويس، ولا بيعرف يعمل تاكلينج. فسؤال لإدارة النادي الأهلي، ايه الميزة الجبارة اللي موجودة في محمد هاني علشان يبقى باك يمين أساسي للنادي الأهلي؟ دي حاجة من الأسئلة اللي ملهاش إجابة. وطبعا من حالات الاستغراب بشكل كبير جدا حسين الشحات، اللي الجمهور بشكل كبير جدا كان بيهاجم كارلوس كيروش علشان خاطر ان هو رفض ان هو يضمه لمنتخب مصر. مش هقولك ان الجمهور بيهاجم كيروش، لا ده الجمهور هاجم كيروش وهاجم كوبر وهاجم حسام البدري وهاجم حسام حسن وهاجم اجيري وهاجم روي فيتوريا علشان حسين الشحات ما انضمش للمنتخب. وهنا لقطه اخر حته موجوده في ماتش انتر ميامي، حسين الشحات حرفيا كان بيفكر بره الملعب اكتر من جوه الملعب، وده بسبب بسيط جدا ان هو معاه الكوره في موقف 4-2 والكوره تحت رجله، وكل اللي هو بيفكر فيه واللي خلاه يعمل له لاك بسيط هي الناس هتقول عليا ايه بعد ما اكون متسبب في الجول اللي هيجي دلوقتي. مجرد التفكير عمل له لاج، سرح، جه واحد خد الكوره ببساطه وقطعها منه وجري عادي. ده يمكن بالنسبه للعيبه. تعليقي على المدرب، يعني يمكن انا ما اقدرش اقيم المدرب دلوقتي، في ناس قيمت المدرب بشكل سريع جدا، لكن الوقت الحالي نقدر نقول ان المدرب ده معذور. ما اقدرش ادي العذر لو كان المدرب ده هو عماد النحاس او كولر او حتى رجعوا موسيماني او حتى رجعوا فايلر او حتى جابوا كارلوس كيروش، فانا مش هقدر الومهم. مدرب لسه ما يعرفش اي حاجه عن اللعيبه دي، اتخذ من الدار للنار، تعالى العب كاس العالم للانديه وعايزين نعمل احلى اداء، فطبيعي احنا مستنيين ايه؟ طب هنيجي نسأل سؤال بعد الكلام ده كله، هو الاهلي ناقصه ايه علشان خاطر يقدر ينافس بشكل قوي على بطولة زي كاس العالم للأندية؟ وده ببساطة شديدة جدا انا هقولك عليها في اكتر من خطوة، وبسم الله ما شاء الله ما فيش اي خطوة من دول هتنجح، يعني كل اللي انا هقوله ده شوية بنزين على الفاضي. اولا توفير منافسة قوية جدا بالنسبة لفرق الدوري المصري، وده من خلال بناء بنية تحتية من اللعيبة الكويسة اللي نقدر نقول عليها لعيبة كورة. وده هيجي ازاي؟ بتدريب كويس جدا، بتدريب للعيبة دي كويس جدا، يقدروا ان هم ينافسوا بشكل كبير. مع احترامي للدوري المصري بالكامل، اندية الدوري المصري بالكامل ما عدا الاهلي والزمالك وبيراميدز، لما بيلعبوا بعض بيكون جيم معاهم جيم مفتوح، لكن فجأة فرقة زي دول يقول لك احنا الماتش الجاي احنا هنلعب الاهلي او هنلعب الزمالك او هنلعب بيراميدز، هنعمل ايه يا كوتش في الموضوع ده؟ هقول لك وهي دي عايزه سؤال؟ اركن الاتوبيس والعب على الهجمات المرتده. فبالتالي ماتشات الدوري المصري مش الماتشات اللي انت تقدر تتفرج عليها. يعني شوف ده، يعني يمكن اقول لك كفيل رياكشن وشي يبين كلمه الدوري المصري. الدوري المصري اللي ما بقاش فيه منافسات غير بس البقاء في الدوري، فأندية الدوري المصري بيحاربوا بعض علشان خاطر صراع البقاء في الدوري المصري. لكن الروح الانهزامية اللي موجودة ان انت خلاص انت بتلاعب النادي الاهلي او بتلاعب نادي الزمالك او بتلاعب نادي بيراميدز، اركن يا معلم الاتوبيس علشان خاطر تكسب الماتش او تطلع ببونت واحد. لكن الدوري المصري البنية التحتية للدوري المصري من اللعيبة سيئة للغاية، بتقدم مستوى رديء جدا، فبالتالي اقوى فرقة تطلع من دوري زي ده بتيجي في محفل عالمي زي اللي احنا بنشوفه ده بنقدم كوميديا ما بيقدمها لناش مسرح مصر. فدي حاجة. الحاجة التانية، انت لما بتيجي تعمل انتداب للعيبة جديدة تدخل الفرقة، فانت المفروض انك انت بتفضي ليهم مكان، مش بتكثف اماكن للاجنحة الاتنين. عندك 3-4 لعيبة يلعبوا جناح يمين و3-4 لعيبة يلعبوا جناح شمال، فانت في المحصلة في الاخر انت نسيت تدعم دفاع وهجوم.
فانت دورك كمدير فني او اداره فنيه او في الجهاز الفني انك انت تقسم الدنيا وتقسم المجهودات. اللعيبه دي تلعب ماتشات كذا وكذا وكذا وكذا، واللعيب التاني يلعب ماتشات كذا وكذا وكذا. ما يبقاش في لعيب اساسي ولعيب احتياطي. انت المفروض تكون مجهز كل اللعيبه بتاعتك علشان لو في لعيب اساسي اتصاب لا قدر الله تقدر يكون في بديل ليه وبديل تاني وبديل تالت. فانت ما عندكش المنظومه دي، فلعيبه بتشتكي من ارهاق بدني، ولعيبه تانيه بتشتكي من ان هي ما بتشاركش، ولعيبه في فرق تانيه خالص بتشتكي ان الفرقه اللي فيها الارهاق البدني واللعيبه اللي ما بتشاركش دي ان هي بيتاجل لها ماتشات. والموضوع ماشي هلهلي بشكل كبير جدا، وفرقه ترفض ان هي تنزل ماتشات علشان الفرقه التانيه ما تلعب لهاش المؤجلات كلها. ملخص كل الكلام اللي في الفيديو ده هو حاجه واحده بس، هي ان المنظومه الكرويه في مصر قايمه على الضحك الكروي فقط، ضحك كروي داخل جمهوريه مصر العربيه. فلك ان تتخيل ان اكتر فرقه معروفه جوه جمهوريه مصر العربيه لما بتخرج للمحافل الدوليه بتقدم فضايح. والكلام ده ساير حتى على منتخب مصر، المنتخب اللي هو بيجمع فيه كل اللعيبه المحترفه بره زي صلاح ومرموش ومصطفى محمد. في النهايه بنلاقيهم برضو بيقدموا ضحك حتى بوجود الثلاثي ده معانا. فكل الموضوع ان احنا نقول حاجة مهمة جدا لاصحاب المنظومة الكروية، يحاولوا يهتموا بالمنظومة الكروية على حساب البيزنس شوية. ونصيحة لكل واحد بيتفرج على كورة، ما تتفرجوش على دوري مصري لانه مضر بالصحة ويسبب الوفاة. اعملوا زيي، تابعوا الدوريات الاوروبية. والله العظيم الدوريات الأوروبية حلال فيها كل جنيه بيدفع علشان خاطر تتفرج عليها، سواء بقى إذا كان على موقع معين أو قنوات معينة أو اشتراك نت أو أي حاجة. فحلال فيهم الفلوس اللي بتدفع، لأن أنت بتشوف متعة كروية مقابل ضحك أنت بتضحك فيه. فبس ده كل اللي أنا عايز أتكلم فيه. ولو محتوى الفيديو ده عجبك، يعني يمكن انا هستغرب لو عجبك، تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة، وتفعل زر الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية. سلام عليكم.